بص معايا كده على الفيديو ده اللي حرفيا هيصدمك. ده الحارس الالماني مانويل نوير. حلو كده، حارس مرمى البافاري بايرن ميونخ. طيب عارفين بيعمل ايه يا جماعه؟ بص كده وخمن. بيصد الكرة وهو مغمض عينه. والله ده بقى اللي بنسميه انسان من كوكب تاني او في حتة تانية خالص. ما هو ده مش طبيعي والله. نوير ده وصل لمرحلة العظمة والكمال الكروي. اهو ده الجود بتاع الحراس. مش في اتنين جود في الكورة، كريستيانو او ميسي؟ ده بقى الجود بتاع الحراس. فهو مغمض عينه. هو تقريبا لابس نظارة، بس النظارة بتطلع ذبذبات. الذبذبات دي تقريبا بتحاكي تحركات اللعيبه قدامه علشان يتخيل بالظبط انه في الملعب. ايه يا عم ده؟ ايه يا ابو الكباتن ده؟ انتوا عارفين ده عنده كام سنه؟ عنده 38 سنه. 38 سنه وبيعمل كده. طب ده ليه يا ابو الكباتن؟ قال لك علشان يجبروه على استخدام حواس اضافيه وانه يدور على حلول تساعده في سرعه استجابته. وهنا نور بيحتاج انه يثق في السمع. طب ايه يا ريال مدريد، هتدخلوا جون في الكائن ده ازاي؟ المباراه اللي جايه في دوري الابطال قدام البايرن. حرفيا دي رساله بيبعتها نوير الى ريال مدريد. فبرايك يا ابو الكباتن، من اعظم حارس في تاريخ كره القدم بالنسبه لك؟ هل بوفون مثلا، ولا مانويل نوير، او اي